اسباب تخليك لو معاك فلوس وبتفكر تشتري عربيه تشتري دماغك وتحافظ على فلوسك دي وتستثمرها في الذهب، في العقارات، يعني تاخد كورسات وتسافر بره مصر، تقدم على هجره. يعني السواقه في مصر او العربيه او عالم السيارات في مصر مختلف تماما عن اي مكان في العالم. انا ما عنديش مشكله. بص، انا مؤمن جدا بان الانسان لما بيشتغل من هو صغير ده بيعلمه ان هو يعتمد على نفسه ويبقى انسان مجتهد ومكافح. لكن انا بلاقي في اشكال في عربيات في الشارع، يعني مشاريع عربيات اللي هو يا عيني ليه تشغل العربيه دي من هي صغيره كده؟ بتخليها تستمتع بحياتها، تنبسط، تروح مدرسه، يعني بتلاقي حاجات بيسموها اسامي غريبه اللي هو انت ما تعرفش ده ايه، يقول لك اسم تمنايه. انا لما بديك اشاره، يعني انا الاشارات اللي بديها لك دي، انا يعني انا مش مثلا ميسي فانا بحاول اراوغك. يعني لو انا بديك اشاره يمين عشان هوب اطلع الشمال، فانا بسعى ان انا اخد الكره الذهبيه مثلا او بنافس على الكره الذهبيه مع ميسي. لا خالص، انا بحاول ان انا اعرفك ان في اوبشن موجود، احنا ممكن احنا الاثنين نستخدمه عشان نكمل حياتنا ونوصل بالسلام. في حاجه اللي هي الكلاكس. انا لما اديك كلاكس تمام، انا مش بعمل لك لايك. يعني انا مش بديك لايك فانت المفروض ان انت ايه يعني تنبسط بقى فتفضل مركز وساكت وثابت. لا، انا بديك كلاكس بقول لك مثلا انا يعني انا عايز اعدي او انت عدي او انا يعني بص في حاجه هتحصل يعني قبل الكلاكس. الدنيا قبل الحياه، قبل الكلاكس غير بعد الكلاكس. لو انت بتؤمن بوجود حياه بعد الكلاكس، يعني انت دلوقتي في عربيتك راجل يعني سواق، وكل اللي بره الازاز بهايم ما بيعرفش يسوق ايا كان. حتى لو حماك بره المربع ده هو بيهيم لحد ما يركب معاك. في حاجه تانية برضو، انت عندك التكاتك. تمام، التكاتك خلاص بيتعاملوا على ان هم ليهم مطلق الحريه. انت عارف الريمبو؟ عارف انت الناس اللي هم خلاص هو شايف ان هو جزء من المجتمع غصب واقتدار. انت تقدر تقبل، انت عارف ممكن مع الوقت تلاقي نفسك قبلت الريمبو، بس التوك توك هتقبله ازاي؟ لا انت عارف هو موتوسيكل ولا انت عارف هو عربيه، فانت مش عارف يعني بتدور له على اللي هو روح هات كبيرك اكلمه. يعني انت فاهم؟ ما فيش، يعني انت مش عارف تتعامل معاه ليه اساسا. وهو شايف نفسه سايق مركبه فضائيه. هو شايف مش شايفك. هو مش شايفك فعليا لان هو حاطط حاجات ودباديب ودلايات وحاجات، فهو مش شايفك حرفيا. يعني تلاقيه طالع لك من تحت المرايات بتاعت العربيه، معدي من قدامك كده، من قدام المساحات من جوه العربيه. فانت ما تتوقعه في اي لحظه. سواقين السيرفيس، هو اصلا كان سواق توك توك بس شاف انه هو لازم يعمل كارير شيفت. نفس الكلام بيتعامل على كل الناس دي ما بتفهمش. كل الناس دي ما بتفهمش، وتلاقي امك اللي جايبها لك وتلاقي خالك اللي جايبها، وهو اصلا واخدها يعني بايع دهب امه عشان يجيب السيرفيس دي. تمام، وبيلقح على خلق الله. المشكله بقى تخش السيرفيس بتاعه تحس ان هو في بص خطوبه حنه. في حنه كهارب والوانات ودباديب ودلات، وليهم البصمه بتاعتهم وليهم الطابع بتاعهم. وليهم الطابع بتاعهم والبصمه بتاعتهم على الاكسدام بتاعك على العربيه. بص يعني هتلاقي ليهم في كل شارع وفي كل عربيه بصمه. فالناس دي برضه لازم تحترمها وتعاملها معامله انه سواق توك توك بس ترقى. يعني فاهم؟ ترقى اللي هو ترقى لفوق، يعني هو العربيه عليت شويه والكراسي زادت، بس هي نفس الدماغ يعني.